أهلا وسهلا في حلقتنا اليوم، حلقة مليانة أسرار ومفاجآت. هنحكي لكم اليوم حكاية فنان الزمان ليلى مراد ورجل الفن والغرام أنور جدي. استعدوا لكل ما هو غير معروف ويفاجئكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تساعدوني أكتشف أكثر حكايات زمان. نبدأ الحكاية. كانت ليلى مراد صوتها جميل وناعم ونجمة في السينما والغناء، وأنور وجدي كان ممثلا ومخرجا محبوبا وشخصيته قوية وجاذبة. اتقدموا في شغل السينما وتعاونوا في أفلام كثيرة مثل ليلى بنت الفقراء، وفي وسط التصوير وقعت بينهم شرارة الحب. بعد أفلامهم تزوجوا رسميا في 17 من يوليو 1945، وكان الزواج مفاجأة للجمهور والإعلام. بعد الزواج بدأت الخلافات تظهر. أنور كان يغار من نجاح ليل ويحس بقلق كبير كلما تألقت في أفلام جديدة. ليلى كانت تشعر بضغوط وتحاول حفظ هويتها وحريتها. الشائعات أثناء الطلاق كانت شديدة وغريبة. شائعة التبرع لإسرائيل. قيل أن ليلى مراد تبرعت لإسرائيل، وهذا شائعة كبيرة وغير صحيح، ليس لها أي أساس في الحقيقة. شائعة الانقلاب لرجل. قيل أن ليلى انقلبت راجل، وهذه أيضا شائعة مفترى عليها لتشويه صيتها، وهي كانت دائما ناعمة وأنوثتها ظاهرة في كل أفلامها. شائعات الزواج والطلاق. قيل أنها تركت أنور لسبب مرضي أو مالي، وهذا كان غير صحيح. الطلاق حصل بسبب خلافات شخصية وضغوط نفسية. شائعات الحياة الشخصية والأفلام. كتبت أخبار وقصص مفبركة عن سلوك ليلى في أفلامها وحياتها اليومية، وكثير منها كان غير صحيح. بعد الطلاق تزوجت ليلى مراد من الفنان وجيه أباظة في زواج سري، وأنجبت منه ابنها أشرف. في وقت بعد ذلك اعتزلت ليلى الفن نهائيا عام 1955 لسبب الضغوط والشائعات التي طالتها، وعشت في هدوء واحترام لنفسها. بعد الطلاق تزوج أنور وجدي من الفنانة ليلى فوزي، ولكن زواجهم لم يستمر طويلا. توفى أنور وجدي في 14 من مايو 1955 عن عمر يناهز 51 سنة. توفت ليلى مراد في 21 من نوفمبر 1995 عن عمر يناهز 80 سنة. رغم الطلاقات والشائعات الغريبة، بقيت قصتها مع أنور وجدي من أشهر حكايات الحب في التاريخ السينمائي المصري، وحفظ اسمهما باحترام. يلا اشتركوا في القناة وما تبخلوش بلايك، لأنه هيفرق معايا. وقولوا لي أي أكثر أفلام بتحبوها. يلا، أصل أنا بقيت أحس أني بكلم نفسي. سلام بق، وانتظروني في حلقة مليانة مفاجأة.